انتي وجوزك واخريات. مين الاخريات؟ هنتكلم عليهم دلوقتي. الحلقه دي تحت عنوان حرصي ولا تخوني. لو اكتشفتي ان في حياه جوزك واحده تانية هنعمل ايه؟ والست بتحس خلي بالك. علشان نعرف هنتصرف ازاي لازم نحلل الموقف كويس. ركزي معايا كده من الاول، ورقه وقلم، علشان الكلام اللي هقوله يتوزن بميزان ذهب. بس قبل ما اقولك اي حاجه ما تنسيش لايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنقسمها مراحل. اول حاجه مرحله الاكتشاف، ودي بتبقى مرحله الصدمه وعدم التصديق. مش هتكلم معاكي بقى على طرق اكتشاف الموضوع، لان الواحده بتحس وبتمشي ورا احساسها، وعاده بيبقى احساسها صح. في المرحله دي محتاجين نهدى شويه ونفكر بعقلنا. هتقولي لي صعب عليا، هقولك عارفه وعارفه انه صعب، لان احساس الخيانه ده من اوحش المشاعر اللي في الدنيا، وبتخلينا نفقد الثقه في نفسنا وفي كل اللي حوالينا، بالذات بقى لما الخيانه دي بتيجي من شريك حياتنا. وهقولك تاني لازم تهدي علشان تعرفي تفكري في المرحله اللي بعد كده، لان الفتره اللي بعد كده هيتحدد عليها مصير بيتك بشكل كامل. علشان تعرفي الخطوه الصح محتاجين ندخل في المرحله اللي بعدها، مرحله التقييم. مهم جدا في المرحله دي نعرف معلومات حقيقيه عن نوع الخيانه وطبيعتها، علشان لكل مقام مقال. يا ترى الموضوع نزوه وعدت، ولا الموضوع مغوط اكتر من كده وفي خروجات ومقابلات، ولا الموضوع بقى في بيات بره وتصرفات غير مبرره؟ كل حاجه بقى من دول بتدل على نوع وطبيعه الخيانه. طيب علشان نلم الدنيا وما تفرضش مننا اكتر من كده، تعالي ندخل على مرحله الاكشن. لو هي مجرد شات على التليفون يبقى دي مراهقه متاخره، واكيد ليها اكتر من سبب، بس علاجها بقى بسيط قوي. انك تهتمي بيه اكتر شويه وتركزي معاه، وتهتمي بودان يعني ارغي كتير، وتراجعي كمان نفسك علشان لو في حاجه ناقصه من ناحيتك تكمليها، وان شاء الله يبطل العاده دي او يتشك في صوابها. بس مهم قوي انك تلمحي له انك عارفه موضوع الشات ده بطريقه تخليه يكسف على دمه، وفي نفس الوقت تبقي شاغله حياته، علشان ما يبقاش عنده فرصه انه يقعد يلاغي في دي على الواتساب ولا يكلم دي على الماسنجر. اما بقى لو الموضوع معدي الشات وفي خروجات ومقابلات، هنا محتاجه انك تقفي معاه وقفه. بس ما تكونيش ماسكه حاجه في ايدك. انا مش بقولك علشان تتخانقي معاه، انا بقولك علشان تشدي الهاند بريك وتفهمي منه هو ليه بيعمل ده. مهم بقى ان احنا نشوف علاج للحاله دي. في اوروبا والدول المتقدمه بيروحوا اماكن كتير عشان تساعدهم في حل المشاكل الزوجيه. اما في بلدنا المتحضره بندور على حد عاقل كده حوالينا وكباره ونعرض عليه المشكله. هو بقى لو رفض وكذبك وما اعترفش وقعد يحلف لك، هقولك خليكي وراه وحاولي معاه مره واثنين وثلاثه، بس اوعي الموضوع يتقلب لاهانه وشتايم، لان ده هيعقد الموضوع مش هيحله. الخلاصه طول الوقت انك تحاولي تنقذي العلاقه، مش بس تحافظي عليها علشان المركب تمشي وعلشان العيال وعلشان الكلام ده. الاهم بقى من كل ده علاقتكم انتوا الاتنين ببعض. لازم تصلحوا العلاقه اللي ما بينكم وتنجحوها علشان تقدروا تستمروا مع بعض. وخلي بالك ان ده هيأثر بالايجاب على العيال كمان. اي مشكله بتحصل بينك وبين جوزك لازم نواجهها بعقلانيه وبحب. وحاجه مهمه بقى اسمها الرغبه في الاستمرار. احط ايدي على المشكله بهدف ان انا احلها، مش بهدف ان انا مستنياها على غلطه. وان شاء الله المركب توصل بالسلامه وكل اللي عليها يبقوا بامان، علشان في لحظات الخطر انتي قبطان المركب دي. ربنا يحفظ بيوتنا ورجالتنا واولادنا من الرجاله ام عين زيخه. اكتبوا لي بقى في التعليقات طرق نحافظ بيها على بيوتنا اذا اكتشفنا وجود احداهن في حياه رجالتنا.